عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة راس السنة. النهاردة ان شاء الله مع بعضنا هنعمله كوكيز لذيذ وبسيط، وهنحط له كمان كده قرفة وجنزبيل وقرنفل، وهيبقى طعمه حكاية. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. المقادير بتاعتي او مكوناتي: انا هعمل النهارده كوبايتين دقيق، عليهم 2 بيضة، عليهم كوباية سكر، عليهم بقى كوباية زبدة برضو، وعليهم البهارات الحلوة دي، قرفة وجنزبيل وقرنفل ناعم وبيكنج باودر، نص معلقة بيكنج باودر وربع معلقة كربوناتو. بس تمام كده. وطبعا معانا الفانيليا. واحدة واحدة كده ونسمي الله ونشتغل مع بعضنا حاجات بسيطة. معانا كوباية الزبدة هننزله عليها بكوباية السكر وهنضربه كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشغل المضرب بتاعنا نضربوها كويس قوي. نضرب الزبدة كويس قوي مع بعض. نضربوها كويس قوي. طبعا الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. كده ضربنا الزبدة بتاعتنا والسكر. ننزل بقى كده كله مع بعضه بس كده عشان نتأكدوا ان احنا خلطنا كل حاجة مع بعضها. وننزله بقى عليها دلوقتي بالبيض. 2 بيضة. معانا باكو الفانيليا بتاعنا. وهنا على الدقيق هنحطه ايه؟ هنحط البيكنج باودر والكربوناتو والقرنفل والجنزبيل والقرفة، كل ده كده مع بعض. هنضرب كل دوت كده مع بعض في الخليط بتاعنا ده، الزبدة مع السكر والبيض والفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. نضرب كويس قوي قوي كده لغايه ما ينعم خالص معانا. خلاص كده ضربنا الخليط بتاعنا حلو قوي، كله كده اندمج مع بعض، الزبده والبيض والسكر والفانيليا. واحده واحده كده وبقى ونشتغل مع بعضنا. نقلب كل البهارات بتاعتنا كده اللي حطيناها على الدقيق كلها كده مع بعضها. طبعا القرفه بتبقى جميله جدا مع الجنزبيل. بسم الله الرحمن الرحيم كده. وننزله واحده واحده على الزبده بتاعتنا. وطبعا يا ريت يكون جنبنا فيه دقيق زياده. احنا قلنا كوبايتين دقيق، بس طبعا حسب الحاجه. نقلبه كده واحده واحده بقى بايدينا. مش هنقوله طبعا نلبسه ولا جوانت ولا حاجه. المعجنات والبسكوتات والحاجات دي كلها تبقى عايزه كده خدمه بالايد. نعملوها كويس قوي بايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونلمه كده العجينه بتاعتنا واحده واحده. وانت بتلمي الدقيق بتاعك تكوني كده بتدعكيها كده. تشربي الدقيق بالزبده بتاعتك. لو حابه تستبدلي الزبده بسمنه عادي، بس انا حابه اعمله بالزبده، يبقى ليه طعم حلو قوي كده يعني. نلمه كده كويس قوي. ما تعجنهاش بالراحه، ولمي بايديكي اهو واحده واحده مع بعضنا كده خطوه خطوه عشان نشوفه كده حاجه حاجه بالراحه. عجينتها بتبقى حلوه كده. نشوفه كده اهوت. عايزين حبه دقيق، عايزين كده محتاجين احنا كده رشه دقيق، يعني بمقدار ربع كوبايه دقيق كده. حطينا الدقيق بتاعنا بقى نلمه برده مع بعضنا واحده واحده لغايه ما العجينه تلم معانا، ونشوفوا شكلها هيبقى عامل ازاي. واحده واحده كده. تسمي الله كده اول ما تبداي حاجتك كده وتشتغلي بالراحه خالص كده، هتلاقي في بركه كده معاكي وانت شغاله. ما شاء الله عليك. اهي اتعجنت كده واتلمت. هي حلوه، بس انا طبعا عشان ايديا مليانه العجين من اوله فهي تحسي ان هي ملزقه، لكن لا هوريها لك كده دلوقتي. بصي عامله ازاي. شايفه العجينه عامله ازاي اهي، مش ملزقه ولا حاجه. عايزه تزودي لها حبه تزودي رشه دقيق كمان ماشي، مش حابه هي كده حلوه. انا بس هنزل كل اللي في ايديا دوت واغسل ايديا وبعد كده نشتغلوا تاني مع بعض. يلا بينا كده. احنا طبعا جبنا ايه معانا؟ جبنا الكيس بتاع التلاجة اللي بيسهل لنا كل شغلنا
اهو كده تمام. فتحنا كيسين زي بعضهم. عايزين نرش رشه نشا كده صغيره خالص نفرده عليها، بتبقى حلوه برده البسكوتايه كده وتديها قرمشه بسيطه، بس حاجه بسيطه خالص كده. بالراحه. معانا القطاعات بتاعتنا، معانا الكيس بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسكوا العجينه بتاعتنا كده، ناخدوا منها جزء كده اهوت ونفردوه. بسم الله الرحمن الرحيم. افردي كويس قوي. طبعا احنا قلنا ان الكيس بتاع التلاجة بيسهل لنا. افردي، حطي كده اهو على وشه واشتغلي كده واحده واحده. معانا القطاعات بتاعتنا العاديه خالص، اي قطاعه متوفره عندك نقطعه بيها. بس احنا النهارده عايزين نعمله كام شكل كده منه عشان يبقوا حلوين كده اهوت، ايه، بمناسبه راس السنه ويبقوا لذيذ. واحده واحده كده اهوت. عندك اي حاجه ما توقفيش الوصفه عشان حاجه ناقصه. اي قطاعه ما عندكيش قطاعات اعملي بالظهر بتاع الكوبايه، اعملي بسلطانيه، باي حاجه عندك تقطعي بيها، فنجان بتاع قهوه، اي حاجه. خلاص كده سمكها كده كويس واتفردت اهي معانا. نجيب بقى القطاعات بتاعتنا ونشتغل كده واحده واحده وبالراحه خالص. بس كده تمام. العجينه جميله قوي وناعمه خالص في ايدينا اهي. انا معايا القطاعات بتاعتي النهارده، نعمله كام شكل بقى منها، كام حاجه كده نقطعه بيها اهو. قطعات عاديه، والقطعات دي رخيصه يعني في متناول الجميع، فما تقلقيش يعني وتقولي الحاجات دي لا صعبه ولا مش هلاقيها. لا، بقت دلوقتي متوفره في اي مكان. نشيل الكيس بتاعنا كده ونسمي الله كده ونقطعه الحجم اللي انت عايزاه والشكل اللي انت حباه اهو. قطعنا كده ماشي اهو تمام. حاجه تانية، شكل تاني اهو، اهو شكل تاني ماشي كده. ادي شكل تالت. اشكال كده جنب بعضها كده، تقطعي كده كذا حاجه اهو. بس ده شكل كده. نحطه في الصينيه بتاعتنا، صينيتنا مدهونه او مفروشه او اي حاجه. عندنا الحته دي نستفاد منها كده برضو بدل ما نلموها بالدايره اهي. حاجه بسيطه خالص مفيش مشاكل. نقطعه بقى، شوفي كده ايه حسب ما اللي عندك بقى قطعي اهو. شوفوا دي كده، شيلوها. شايفه منظرها عامل ازاي؟ جميله جميله. نشيله كده ونرصه في الصينيه بتاعتنا. نقطعه تاني اهو حسب بقى الموجود عندك كده. خلاص هقطعه وادخله الفرن ونشوفه لما يطلع من الفرن هيبقى عامل ازاي. ترصيه بقى انت كده في الصينيه بتاعتك، صينيه بمفرش، صينيه مدهونه، صينيه فيها ورقه زبده، اي حاجه عندك، وندخله الفرن نشوفه لما يطلع من الفرن عامل ازاي ونظبطه مع بعضنا. كده الكوكيز بتاعنا برد اهو، طلع من الفرن وبرد. بس كده جميل ازاي، ما شاء الله عليه، حلو قوي. وانا كمان بقطع الباقي. رحت عامله ايه بعد ما قطعت الفراشه قبل ما اسويها، رحت مدخله فيها في العجينه كده خلايه صغيره اهي، اصبحت عامله كده. انا عملت كده ليه اهي؟ بصي عملتها كده، شايفه كده منظرها. انا عاملاها ليه كده؟ عشان هعمل كده قدامكم، هعوصها كده في الشوكولاته، هعوصها كده في الشوكولاته بالراحه. بصي كده الشوكولاته البيضه، انا سيحت شوكولاته بيضه، هعوصها كده. بصي كده جميله ازاي. وهسيبها كده تنشف. ليه؟ عشان هزوقها كده زواق حلو معاكم. بس انا بقى هوريكي كده اهو. انا عملت كده، خدتها كده في الشوكولاته البيضه، وبعدين هسيبها تنشف عشان هكملها شوكولاته تانية الونها بقى بالاحمر والاخضر. فانا هعمل ايه؟ انا هعوز كله في الشوكولاته البيضه وهسيبه كده اهوت جنبي عشان يبرد. وهاخد جزء من الشوكولاته البيضه دي قبل ما اعمل فيها حاجه. هاخد هنا كده معلقتين سلطانيه كده صغيره، احط كده معلقتين فيها، وهنحط عليهم لون احمر، نقطتين كده ايه، لون طعام، لون طعام اهو احمر، لون كده نقطتين. عشان نعمله ايه؟ عشان بسكوت الكريسماس، فاحنا عايزين نلونوه كده حلو وحاجه كده تفرح ولادنا بيها. فانا خدت اللون كده اهو وقلبوه حلو قوي مع بعض. وبرده ناخده منه معلقتين هنا اهو تاني، ناخده معلقتين كمان تاني هنا ونحط عليهم لون اخضر اهو. انا عاملاها على حمام بخار اهو، ونحط عليها كده لون اخضر، نقطه كده صغيره اهي. بس كده هنقلبه دي كويس ونقلبه دي كويس. شايفه اللون الاخضر بقى حلو قوي كده ازاي؟
طبعا لو انت عايزه تغمقي تحطي اكتر، بس كده لونه حلو. شوكولاته بيضه عادي خالص خام نسيحوها ونشتغلوا بيها اهو. الاحمر اهو، نزوده الاحمر شويه، ممكن نزوده اللون بتاع الاحمر حبه، نقلبه كده كويس بس كده تمام. احنا بقى معانا دلوقتي الشوكولاته البيضاء اهي، هنعصه كده. ممكن بس بدل ما نعصوها اهي، لو انت مش عايزه تعصي ممكن تدايريها كده كلها، غطيها كده بطبقه من الشوكولاته البيضاء. التشكيل دوت بقى او الزواق دوت حاجه ترجع لك انت، حابه تعمليها كده ماشي، حابه تعمليها من على الجناب، من على الجناب بس ماشي، فاللي انت عايزاه نعملوه. فانا هعمل بقى الشوكولاته البيضاء كده كلها، وبعد ما اخلص الشوكولاته البيضاء هنشوف هنزوقه ازاي تاني بالشوكولاته التانية، بس تكون الشوكولاته البيضاء نشفت عليه. بصي انا عملت دي كده بالخله، عملتها ازاي؟ بس احنا عملنا بالشوكولاته البيضاء كده، والشوكولاته البيضاء اللي احنا حاطين عليها اللون انا جيت كده بالخله. ده انا بسهل لك خالص يعني، لو انت ايه ما عندكيش حاجه تشتغلي بيها اهو، تشكلي بقى زي ما انت عايزه بقى، تعملي لها اي منظر. انا كده هو المنظر بسيط كده، حاجه كده خفيفه كده، ايه رايك كده اهو، منظر كده خفيف. عايزين نعمله الاخضر، لو انت عايزه تعمليه بالاخضر كمان نجيبه الاخضر بتاعنا اهو، وبرده نجيبه خله تانية ونشتغلوا بيها كده اهو. ممكن اي حاجه بقى انت تعمليها كده اهوت بتبقى محلياها يعني، بس كده منظر كده بسيط. اي حاجه بقى، انا لسه هشكل كده مش عارفه شكله هيبقى عامل ازاي بصراحه. اي منظر، اي حاجه، اي حاجه ممكن يعني كمان تديها لعيالك الصغيرين هم اللي يقعدوا يشكلوها كده ويعملوها، ما فيهاش حاجه. ممكن تعملي كده وتخططيها كده اهو اهو، طلعيها كتير تخططيها كده اهو وتعمليها، تبقى برضو شكل تاني، ما فيهاش حاجه خالص. اي منظر عندك كيس، عندك ورق زبده تعمليه بالكورنيه كده اهو ماشي، اللي متوفر عندك اشتغلي بيه اهو كده ماشي. عايزه تحطي له برضو عليه اهو الاحمر ده برضو ماشي شغال اهو، عكسه برضو كده، اي حاجه كده. الشوكولاته كلها طعمها اساسا حلو، حلو كده اهو، بس كده ونسيبوها كده اهو بقى، ويبقى برضو شكلها حلو. نخلص كل بقى المقدار بتاعنا ونشوفوه. وكده خلصنا البسكوت بتاعنا، ايه رايك كده في الجمال ده؟ طبعا الزواق دوت بنتي صغيره وقفت كده جنبي، هي بصراحه اللي عملت الكلام ده كله، انا ما عملتش حاجه فيه، انا وريتها الالوان بس كده وهي عملت كده اهو. بصي بقى البسكوته كده عامله ازاي وجميله، مقرمشه كده وجميله، شايفه الجمال؟ طعمها طبعا والقرفه والجنزبيل مع بعضهم حكايه، وقرمشتها كمان سامعه القرمشه جميله قوي. جربيها كده معانا، كل سنه وانتم طيبين، فرحي كده عيالك، خليهم يقفوا كده جنبك هم اللي يعملوا الحاجات الحلوه دي كده ليهم، هيعجبهم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.